90 دقيقة بس استقرار، بنكسب 5-1. وش السعد كابتن حسين لبيب. شوية استقرار بس، وخلي بالك يا أهلي، أنا جاي بس ما أعرفش إيه اللي هيحصل، بس أنا جاي. خلي بالك الأهلي مين؟ الزمالك. ما علينا، الزمالك بيفوز 5-1. ده حقيقي ربنا برضو الكبير، علشان بندعم اخواتنا في صورنا وبنسلك وبنصلي وبنتشطف، ومجلس جديد ومجلس جاي سالك كده وبيمد ايده للناس اللي خسر، تعالوا مالكوش دعوه فالدنيا بتسلك. فالحمد لله يا ابو الصحاب، مباراه انا قاعد وانا بتفرج انا مبسوط بجد والله، وانا بتفرج كده عارف ان الانبساط بقالي كتير دي ما شفتوش. يعني مثلا اوباما، ايه يا اوباما دي؟ بص تعالى بس يا اوباما، شوف انت اخويا ازاي كده، عوده العلاقات. انت اخويا، انت اوباما، بص انت هتسجل اهداف، هتفرق على ارضيه الملعب. اخويا سلامات، خفاجه اوباما اخوات سهله. هتعمل اي مشكله ونوش ونرجع تاني للحنكشه ووش رجلي والكلام ده، الشومه جنبي. فايوه كده يا اوباما. انا حابب كده. يعني مثلا النهارده برضو عمر جابر مشكلتي كانت مع عمر جابر بجد والله يا جماعه. مشكلتي كانت مع عمر جابر ان هو اصلا ما عندوش ابداع على ارضيه الملعب، ان هو ولا بيعرف يهاجم مع احترامي ليه، ولا بيعرف يدافع. كان عنده حته كده جبان. عمر جابر على ارضيه الملعب النهارده كان بيجازف، يعني ما اطلع والم وتتقطع. ايه يعني، ما هو عمر جابر فرق النهارده. انا شايف من نجوم المباراه كان عمر جابر، شويه اللي لعبوا مع عمر جابر كان فارق على ارضيه الملعب. عشان ابين للناس بس حته، انت باجي على ناس ومش اللي بيلعب حلو بنقول له عاش استمر. شيكابالا اللي انا ما بقولش وما زال هفضل اقولها، شيكابالا ما يبداش برضك المباراه. بصمه شيكابالا بانت الفتره الاخيره بسبب المساحات. هتشوف شيكابالا في المساحات هتلاقيه فنان بقى، وخد وتعال. ده خد احمد حكم على الخط، قال له الصوت جاي من هنا، قام واكله لما حطها في نص الجول. ده غير الهدف الرابع اللي لحد دلوقتي سيف الجزيري، واحنا بنسجل الهدف الرابع الجزيري اللي جابه، كل الناس راحت احتفلت مع شيكابالا وسابت الجزيري واقف. وانا معاهم. مبروك يا زملكاويه، الزمالك بيكسب 5-1 في مباراه هنشرح فيها واحده وندي تقييمات، علشان في كذا واحد بيقول لي يعني نقيم اللعيبه يعني ونشوف تقييمك يا خفاجه. واحده بالراحه. نبدا المباراه بالتشكيله بتاعتنا. انا شايف من وجهه نظري كان ممكن تبقى افضل من كده. انا ما بحبش راس حرب، يعني بحب لازم يبقى فيه راس حرب. هو ما بيلعبش براس حرب. اسوريو اللي انا لحد دلوقتي علامه استفهام كبيره. اسوريو بنبقى ماشيين كويس وبما يرضي الله، واللاعيبه رايقه وفايقه. ماليش مزاج، عايزين ايه؟ عايزين ننكش كده في المنكش، يلا نغير تغييرات. يعني بلعب باتنين ديفندر، يعني عمل تغييرات. يعني احنا كنا كسبانين 3-0 الشوط الاول والدنيا ماشيه حلو والدنيا تمام، قام عامل تغييرات خدنا الجون على طول. يعني عملنا تغييرات منها خدنا الجون. هقول لك التغييرات بس عشان يبين لك بصمه اسوريو حتى واحنا كسبانين. انا بفهمك بس اللي حصل على ارضيه الملعب علشان تفهم بس. يعني مثلا اما يبقى يخرج لك روح وعمر جابر وشلبي ودونجي، ويقوم منزل لك نضاي وعبغاني والجزيري ونيمار. طب مين هيلعب في نص الملعب؟ انا شادد دلوقتي يعني روح عمر جابر دونجا، الثلاثه دول كانوا بيلعبوا في خط النص. الثلاثه دول نزلت كده نضاي عبغاني الجزيري نيمار. مين هيلعب في خط النص؟ ده حتى عبغاني اما نزل عامل لي كان عامل ايه، مساء الفل، عم داخل فينا جول على طول. عبغاني عامل ايه يا حبيبي؟ خف ستريمر بقى، ربنا يستر. المهم يا ابو الصحاب، احنا دخلنا عاملين كده وش السعد. عم حسين لبيب عم حسين بن شرقي. عم حسين انجز بقى، بجيبها لكم من ناحيه. انجز خلص الوقت بقى. بن شرقي قاعد مستني. نبدا الاول الجون بتاع مصطفى شلبي ابو الصحاب. الجون الاول جابه عن صناعه عمر جابر، اللي انا قلت لك يا عمر جازف، العب، ضيع، اعمل اللي انت عايزه، بس حس فيه ابتكار على ارضيه الملعب. انت باك ولا بتهاجم ولا بتدافع، فاما لقيتك بتساهم اللي انت بتسجل اصلا بتصنع الجون الاول في الجون الثاني كمان. فلا عمر جابر فرق. حتى كمان الجون الاول اللي احنا جبناه عن طريق مصطفى شلبي جون عباره عن فوق منشي، جون باكورد ولا نص باكورد للكره اتعرضت من عمر جابر، لقيت مصطفى شلبي جاي من ورا وزيو الجون الاول. زيزو جاب الجون الثاني عن طريق مين؟ مصطفى شلبي. صناعه مصطفى شلبي اللي انا لحد دلوقتي مصطفى شلبي الفتره الاخيره شايل الزمالك بطريقه انا شايفه ان هو من نجوم الزمالك الفتره الاخيره اكتر من زيزو كمان. انا شايف مصطفى شلبي الفتره الاخيره، اخر 5-6 ماتشات كده بنلعبهم، اخر 3 ماتشات بنلعبهم، برضه مصطفى شلبي بيفرق على ارضيه الملعب. هو اللي بيحاول، هو اللي بيروح، هو اللي بيشوط، هو اللي بيصنع. فمصطفى شلبي النهارده
تشوفه هو بيسجل الجون الاول وبيصنع لزيزو الجون الثاني، اللي زيزو مسجل حته دين جون بالركبه. والله بجد زيزو سجل الجون الثاني اللي الزمالك سجله في سموحه بالركبه، بركبته وركنها في البعيد. زيزو ضيع ضربه جزاء، ضيع براحتك يا زيزو، ولا يهمك، براحتك ولا يهمك يا زيزو، ضيع ولا حد يقول لك انت بتعمل ايه، براحتك. الجون الثالث بقى اللي احنا سجلناه بالصحاب عن طريق يا اوباما هتشرقني ولا اوباما بالصحاب وشيكه بيقدموا حته دين جون. مش بقول لك فن وهندسه، دي كراميلا شيكابالا كعب. جيت لاوباما، حط يا اوباما بابا جروس واقف على الخط. بابا جروس فاكرين ايام جروس ما كان بيعدي ويعملها من فوق الجون ويلم ويلبس كباري؟ لا جروس، روح جروس جيت قام لامم الجون، واول ما لم الجون حط يا اوباما الجون فاضي كعب. احنا بنقدم كراميل. اوباما والله استمر على كده هتبقى حبيبي واخويا، وانت عارف والله انا بحبك وانت شخص من جواك طيب وبحبك قوي، بس استمر كده في الملعب، علشان فعلا اوباما على ارضيه الملعب لما بيكون بيفرق في اوباما. كان النهارده راس حرب، فبينزل نص الملعب بيفك التكتلات، بيستلم تحت ضغط، بيطلع الكره بشكل كويس. ده غير كمان اللمسه اللي احنا كزملكاويه بنحبها، اللي هي ايه؟ وش رجلي كعب كوبري، الحاجات اللي هي الحلوه دي. فاحنا لما سجلنا 3 اهداف في الشوط الاول، فطبيعي الشوط الثاني هننزل مريحين شويه. فاقصد يوناتش ناتشا كده اما غير لنا، شايل نص الفرقه وحام حاطط نص الفرقه، خلى دخل فينا جون. بس الحمد لله رجعنا تاني، واول ما رجعنا سجلنا الهدف الرابع عن طريق الجزيري مش شيكابالا. كل الناس كانت بتحتفل مع الجزيري مع شيكابالا، بس سابوا الجزيري. الجون ده كان شكله حلو قوي والله يا جماعه. شيكابالا عدى من الاول، كرة كانت ناحيه الكورنر، اتباصت جت بره حدود ال 18، في شيكابالا عملها لوب بشكلها حلو قوي من ورا الجون، قامت جايه في العارضه جت في الجزيري ودخلت. يعني الجزيري اللي سجل الجون، كل الناس سابت الجزيري وقامت راحت لشيكابالا وحضرت شيكابالا. الجزيري انا يا جماعه اللي مسجل والله، وانا بقالي كتير ما بلعبش، ما تعرفش اسوريو عامل ايه في الجزيري. ما تلعبوا يا جزيري، العبوا يا اسوريو، ما ننزل يا عم براس حرب، ما نلعبش براس حرب خالص ليه يعني؟ ما تنزل براس حرب وتغييراتك يا اسطى، اما نبقى كسبانين وماشيين وكويسين ما تسيب المباراه. ما انت بتخليش كمان يلعب 90 دقيقه، يعني مصطفى شلبي ليه ما يلعبش 90 دقيقه يعني؟ مش فاهم. وابراهيم نضاي ينزل ما تسيب كل واحد يلعب لحد النهايه يا عم. انت هنضغط يعني مباريات، احنا بنلعب في كل الدوريات. الجول الخامس عن طريق ده شيكابالا رسمي بقى بالصحاب، اللي هو كان بيقول لك اوفسايد، فشيكابالا سجل الخامس. فانا شايف من وجهه نظري لحد دلوقتي شيكابالا في السن ده بيعزف حرفيا. شيكابالا فارق مع الزمالك الفتره الاخيره، وانا اتمنى من شيكابالا يكون تغييرها، هفضل اقولها عفوا، يكون تغييرها علشان هيفرق في التغييرات، بدل ما بستنى اصلا تغييرات من على الدكه تصنع الفارق. اجي ابص التغييرات هي اللي بتبوظ الماتش. الزمالك تغييراته بتبوظ الماتش، في لاعيبه كتير على ارضيه الملعب انا شايفها لا تقعد احسن، عشان شيكابالا لما ينزل هيفرق. شيكابالا فرق الفتره اللي هو في اواخر الماتش، اما المسحات بتفتح بتلاقي شيكابالا 1 على 1 يبان قدرات شيكابالا. يعني انا شايف من وجهه نظر خلي شيكابالا، وخلي كام عنصر معاك. سيد نيمار ماشي حلو على الدكه، خلي كام عنصر. وفين ايشو؟ مش فاهم لحد دلوقتي فين ايشو. فانا شايف ان ممكن احنا الفتره الاخيره دي بس لحد شهر يناير ان شاء الله هنجيب صفقات. كابتن حسين لبيب كلم كذا لاعب، وكلمنا مع كذا حد قبل الانتخابات، وان شاء الله بعد الانتخابات وهم نجحوا والقايمه نجحت كامله وشها حلو. ايوه كده يا كابتن حسين اشتغل على طول. بن شرقي على اصحى الصبح الاقيه موجود، ما اعرفش بكره، انا بقول لك. فانا شايف ان الدنيا تبدا بقى تشتغل، واتمنى من مجلس اداره نادي الزمالك الجديد نركز مع الزمالك، مش العزبه راحت وبتاع، يلا بقى اللي مشي مشي واللي راح راح بقى خلاص. اللي مشي مشي واللي راح راح. ما نركزش مع حد ونركز مع الزمالك الفتره اللي جايه. نركز ازاي هندفع فلوس اللشبونه وفتح القيد والكلام ده كله، ونشوف الصفقات بتاعتنا الجديده والمديونات بتاع اللعيبه، ونشوف العاب الصالات. نركز ازاي نشوف الزمالك يقف تاني على رجله، ويكون زي ما انت بتقول يا كابتن حسين اكبر قلعه رياضيه، مش بالكلام بالفعل. انت كسبت، بقيت رئيس النادي، هيضيف لك كتير، وانت عارف كويس براند رئيس النادي هيضيف لك قد ايه. فاتمنى تشتغل وتتقي ربنا في الزمالك، علشان الزمالك محتاج الفتره اللي جايه اللي يتقي ربنا فيه. انا بقول كفايه كده يا ابو الصحاب، شكرا لكم على المتابعه، وبشكر كل واحد بيدعمنا بلايك بشير بكومنت وبشكر كل واحد كان بيسال علينا اما احنا كنا تعبانين، وبشكر كل واحد كمان
بيحاول يوصل صوتنا في عز اللي احنا فيه. اخواتنا في فلسطين ربنا يصبرهم ويقويهم. بشكر كل واحد لسه مازال عنده نخوة، يعني بيحاول يساعدهم بكلمة ببوست. وانت عارف مارك ما تعرفش يعني ما تعرفش حد فلسطيني وهو صغير قفشه ما عمل في حاجة صغير. اي بوستات بتنزل عنهم بتتشال بتتعمل، وانت عارف كده كويس. فاهم حاجة حصلت برضك في المواضيع دي كلها، ان لعيبة اهلي او زمالك او اي الدوريات بتتلعب في العرب بيدعموهم بكوفية بتشيرت بلقطة بالصورة بأي حاجة. فالحاجات دي بتفرق فعلا، اللي احنا لسه موجودين وهنتنينا موجودين غصب عن اي حد. شكرا لكم، بشكر كل واحد بيدعمنا، وانا بقول كفايه كده ونتقابل في فيديوهات تانية، وسلام.